الفيديو ده بقى انا عاملاه مخصوص للناس اللي بتهاجم السوشيال ميديا، والناس اللي بتقولك يا حرام السوشيال ميديا بوظت المجتمع، السوشيال ميديا خربت قيم المجتمع، السوشيال ميديا بهدلت ولادنا وخلت عندهم افكار سلبية وخلت عندهم العنف وحاجات كتير قوي. طيب، ايه رأيكم في الحلقة بتاعي؟ هل مختلف؟ طبعا هتقولوا ايه الهبل ده مش موضوعنا ابدا. لا، هو ده موضوعنا النهارده. السوشيال ميديا هي اللي عملت الحلقة ده. اكيد انا مش جايباه اونلاين. بنتي اللي انا بخليها تتفرج على السوشيال ميديا بحساب عندها 10 سنين هي اللي عاملة الحلقة ده، ومش الحلقة ده لوحده، لا هي عاملة حاجات كتير قوي حلوة ومختلفة. طيب ما تيجوا كده نتفرج. الطفلة اللي عندها 10 سنين اللي السوشيال ميديا بتهدم اخلاق المجتمع عملت ايه من السوشيال ميديا واستخدمت السوشيال ميديا ازاي. كل ده عاملاه هاند ميد من السوشيال ميديا. كل ده وحاجات تانية كتير اديتها هدايا لاصحابها. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في السوشيال ميديا؟ وفي اللي اتعمل منهم كي تشين، ميدالية مفاتيح، وفي اللي اتعمل حلق زي اللي انا لابساه، وحاجات كتير قوي. دي كمان من السوشيال ميديا. ده معمول من الطين او الصلصال الجامد. دي من السوشيال ميديا. ما تيجوا نشوف كمان السوشيال ميديا عملت ايه. عملت حاجة زي كده من الطين برضو، او من الصلصال الجامد اللي هي العجينة، يتحط فيها الاكسسوارز والخواتم. نشوف كمان السوشيال ميديا عملت ايه. تعالى. هولدر للهيد باند من البلاستيك. تعالوا تعالوا لسه ما خلصناش. عملت ايه كمان السوشيال ميديا. كل ده من السوشيال ميديا. كل ده من السوشيال ميديا. كل ده هاند ميد هي اللي عاملاه بايديها. كل الالوان وكل الاشكال. للهيد باند التانية ده رول بتاع الألومنيوم بتاع المطبخ المقوى، ولفت عليه ورق بينك عشان يليق مع الديكوريشن بتاع اوضتها، وعملته هولدر. وده المكان اللي هي بتعمل فيه. طيب، ايه الخلاصة؟ الخلاصة ان انت اللي بتختار انت عايز تتفرج على ايه. انت اللي بتحدد اتجاهك رايح لفين. هل انت عايز السوشيال ميديا تبقى مفيدة في حياتك وتفيدك وتعلي منك ومن اولادك، ولا انت هتفضل واقف موقف سلبي وتقول السوشيال ميديا السوشيال ميديا وبوظ الناس وبوظ المجتمع وبوظ اولادنا؟ انت اللي بتختار. هتوجه ولادك فين؟ في انهي طريق؟ في الطريق الصح ولا في الطريق الغلط؟ انت اللي هتختار. تفكيرك رايح لفين؟ انت اللي هتختار الحاجة النافعة والحاجة الضارة. فالكورة في ملعبك يا صديقي. ويا كل أم ويا كل إنسان في العالم، مش شرط لولادنا بس، ليك انت نفسك. حدد اختيارك وحدد هدفك. انت عايز ايه من السوشيال ميديا؟ وبس كده. وادعوا لها بقى ان هي تعمل مشروعها اللي نفسها فيه. السلام عليكم.